نزل المرتب نقسمه، كيف نقسمه؟ دلوقتي لو واحد سنجل طبعا عنده حاجات كتير قوي بنشيلها من عليه. لو هنفترض اسره طبيعيه عندها طفلين وعندهم مصاريف مدارس وخلافه، اول حاجه الفواتير الاساسيه اللي بتيجي كل شهر، تقدر تحسب انت الافرج بتاعك بتستهلك قد ايه، حاطط الارقام دي للفواتير، وفي نفس الوقت الاكل والشرب وخلافه والمدارس. طبعا ناس كتير قوي بتحط نفسها في ضغط نفسي ان هو يحاول يعلى بالمستوى بتاعه ويحط نفسه في فئه معينه، بتديبند على كده. انت لسه قال في زياده، ما هو زياده المرتب بيحطها على طول في اي حاجه. ممكن تزودها فعلا في استثمار في نفسك، يعني ممكن فعلا يحطها في تعليم لاولاده او تعليم ليه هو نفسه، ده مش وحش طبعا. بس ان الزياده دي تيجي اخرج بيها واسافر بيها، طبعا دي مشكله حاجه دي متعه لحظيه. بس ما تعملوش كده يا جماعه غير لما يبقى في فلوس معاكم يعني. فبعد ما قسم الفلوس بتاعته للحاجات الاساسيه اتبقى ال 20%، ده يبدا يحطهم على بعض لغايه ما يكون الصندوق بتاع 6 شهور عشان يحس بالامان والاستقرار ده. لو هو ما بيعملش كده عمره ما يتحرك من مكانه، وكلنا مش شايفين طبعا الاسعار والزيادات ومحدش يقدر يبني وظيفته، هنفضل نعمل ده، يبقى